من قلب الصحراء الجزائرية جبت لكم هالوصفة. لوحة فنية تنطبخ على طاجين بكل هدوء، وجبة كاملة متكاملة. روح الأكلة بالدهن اللي فيها، المختومة أو المغلوقة. وصفة بتعقد. جيبوا لي كاستين سميد ناعم وكاسة طحين، وما تنسوا الملح. وهون كل واحد وسميداته، عليهم بتزيدوا مي لحتى تماسك العجينة. وإذا مش مستعجلين ريحوها وانسوها، وبعد الرياح عجنوها. أنا عجنتها حوالي 20 دقيقة وزدت أقل من ربع كوب مي. فيكن تقولوا العجينة لازم تكون ممسوكة مثل الفطاير تقريبا. الحشوة باردة، فليفة حمراء وخضراء وبصل معصورين كتير منيح، وعليهم دهنة. وبالنسبة للدهنة أنا هون تقلتها شوي بالعيار، وعليهم زيدوا حر وكمون وفلفل أسود وأحمر راس الحانوت، وما تنسوا الملح وملعقة الصلصة. كوروا العجينة، فردوها بطحين وحطوا الحشوة وطبقوها. إيه يا ترى حزرتوا ليش اسمها مختومة أو مغلوقة؟ شغل العجين بذكرني بجدي وستي الله يرحمهم. كنا نعجن ونساوي مناقيش كل يوم أحد. مدوا العجينة ورتبوا لي إياها وزبطوا لي إياها من كل الجهات، ومباشرة على الطواية نزلوها. للي عنده غاز الأصل تنزل على طاجين الفخار، بيكون شغلة أرطب وأزبط. على فكرة الصحراء الجزائرية فيها مناطق من أروع ما يكون، وفيها أكبر متحف مفتوح لفنون ما قبل التاريخ بالعالم بتصل نجار، بنصحكم تزوروها. وهاي النتيجة خبزة بتشهي، محشية بالضبط مثل ما أنا بدي، مسقسقة وكلها دهنة. وهلا قولوا لي، حتشجعوا تسووها؟